السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ياسمين صبري مذيعة لأول مرة مع عمرو أديب. تركي آل الشيخ يكشف التفاصيل. دعونا نتعرف على التفاصيل. أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن برنامج جديد ضمن فعاليات موسم الرياض المستمر فعالياته حاليا، عن برنامج يجمع بين الفنانة ياسمين صبري والإعلامي عمرو أديب. ونشر المستشار تركي آل الشيخ البرومو الدعائي لأولى حلقات برنامج بيك تايم الذي تحل فيه الفنانة أصالة ضيفة، وظهرت وهي تتحدث عن خلافها مع إحدى الفنانات وإنها أفضل صوت بالوطن العربي، حيث تحدثت أيضا عن زوجها فايق حسن وإنهما ناضجين وهو وحده من يستطيع إخراجها من أي حالة حزن. وظهرت الفنانة ياسمين صبري بدور مذيعة وذلك لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب. ويذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري فيلم البعبع والذي شاركت به في موسم الصيف لعام 2023، كما أنها تنتظر عرض فيلم أبو نسب بطولة النجم محمد عادل إمام. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.